إثر ذلك زار السيد الفريق أول وحدتين بحامية الجلفة، أين أشرف على تدشين مقرات جديدة لها وطاف بمختلف مصالحها ومرافقها وتلقى شروحات وافية عنها. وبهذه المناسبة أكد السيد الفريق أول على ضرورة مواصلة تحسين ظروف عمل المستخدمين، لا سيما من خلال خلق جو من التواصل المباشر والإصغاء الدائم لهم، داعيا الجميع إلى العمل على المحافظة على المنشآت والعتاد الموجود في الحوزة وصيانته دوريا حتى يكون دائما في أعلى درجات الجاهزية المطلوبة. في الأخير عاين السيد الفريق أول المستشفى العسكري الميداني الذي نشر بالإدريسية بولاية الجلفة بالناحية العسكرية الأولى قصد التكافل الطبي بساكنة المنطقة. هذا المستشفى الميداني مجهز بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة لإجراء مختلف الفحوصات الطبية للمواطنين وكذا إجراء العمليات الجراحية.